اه، لا حول ولا قوة الا بالله. يا مساء الفل، والله العظيم يا جماعة وحشني جدا جدا. الحمد لله اهو. الضمير مستتر سيزون 2. طبعا لسه انا ما اتشهرتش، ولسه ما طلعتش مع مدام منى الشاذلي، بس يوما ما. طيب، نخش في الموضوع على طول بقى. طبعا ان شاء الله السيزون ده هيبقى احسن بكتير من السيزون اللي فات. بس انتوا تهدوا عليا شوية، ومحدش يطلب مني حلقات كل يوم. آه، يعني اخري قوي حلقة في الاسبوع ان شاء الله، يعني رحم الله امرئ عارف قدر نفسه. عشان اعرف اطلع لكم حاجة الكواليتي بتاعتها رائعة. ما علينا، نخش في موضوع الحلقة بتاعت النهاردة. اوقات كتير بتحصل مواقف تحسسنا اننا اتلعب بينا، او اتخدعنا، او حتى حسينا ان احنا مش مأخوذين على محمل الجد، او اننا ناس for granted. تمام. ويمكن اللي قدامنا ما عملش ولا حاجة من دول، هو كل اللي هو عمله انه ما كانش زي ما احنا كنا متوقعين منه، او ما عملش حاجة احنا متأكدين ان هو هيعملها. وده مش غلط مننا ولا حاجة، ده احد اسوأ المشاعر اللي ممكن اي انسان يحسها: الخذلان. بالظبط. الخذلان ده هو الوقت اللي بتبقى عايز تجيب فيه تقريبا اغلى واكتر حد حبيته في حياتك، وتقوله ليه. مش ليه عملت فيا كده، على قد ما هي ليه ما طلعتش زي ما كان نفسي، ليه ما تصرفتش زي ما كنت رسمك في دماغي، ليه ما عملتش حسابي وفكرت فيا زي ما كان واجبك ومكانتك عندي تخليك تعمل. 100,000 ليه بتسألها وانت احيانا عارف اجابتهم، بس يمكن صوت اللي قدامك وهو بيقولها يحنن قلبك تجاهه مرة تانية، أو يخليك تقرر للأبد إنها هتكون آخر مرة تكلموا فيها. يعني طريقته معاك هي اللي هتخليك تحدد حاجة من الاتنين، يا ده يا ده. آم، تفتكر الخذلان ده خطأ نابع من غلطة مين؟ منك انت كحد حاطط توقعات على اللي قدامه، ولا من اللي قدامك اللي طلع مش قد توقعاتك؟ طيب، خلينا اتكلم معاك بمنطق وموضوعية وحيادية شديدة جدا. دلوقتي كلمة خذلان دي كلمة كبيرة قوي، ما تتقالش لأي حد، لأن في الأساس احنا مش بنحط توقعات لحد ما نعرفوش، أو حتى لو نعرفه. لازم علاقتنا ببعض تبقى قوية. يعني مش حد أنا مثلا علاقتي بيه مش قوية ولا أنا قريبة أحط عليه توقعات أو أبقى مستنية منه حاجة. بمعنى، لازم الشخص اللي قدامي يكون وصل معايا لمكانة معينة جدا عشان أبدأ أحط عليه توقع ما. ومش لازم التوقعات دي تكون خرافية، مش بقولك تعالى خد طلقة مكاني، بس كمثال مثلا، لو حد اتكلم عني قدامك بطريقة وحشة ترد مكاني، حاجة طبيعية وبديهية جدا. ومن هنا نبدأ ننعكش في أعماق كلمة الخذلان. في شروط المفروض تحصل عشان حضرتك كمخزول تقول انك انت اتخذلت. اولهم زي ما قلنا ان الحد ده له مكانة معينة، مش اي حد والسلام. ثانيا، تبقى عارف انك انت حضرتك ليك مكانة عنده برضو. يعني ما تبقاش العادي بينكم انك بتحبه وهو مش بيعبرك، ماشي خلاص تمام. هل الخذلان ده نابع من افوارة حضرتك، ولا موقف شبه المثال اللي انا قلته من شوية؟ كل الأسئلة دي تفرق، وشخصيتك تفرق، وطريقة كلامك تفرق، عشان أعرف أرد على سؤالك في هل غلط الخذلان نابع منك ولا من اللي قدامك. طيب، عدينا بمرحلة الأسئلة، ندخل في الموضوع بقى. أنا دلوقتي حد من أقرب الناس لقلبي للأسف خذلني. كنت متوقع إني مش ههون عليه، ولا هيجرحني، ولا حاجات كتير قوي. تفتكر في البداية الشخص اللي قدامك ده مدرك أصلا هو عمل فيك إيه؟ يعني أساسا ممكن ما يبقاش عارف ولا فاهم إن هو مضايقك. طب هقوله، طب هو هيفهم لو انت قلتله؟ يعني أنا برضو عايزاك وانت بتحط نفسك في القصة دي في دور المجني عليه، تسمع الحلقة تاني
وتحط نفسك في دور الجاني او انت اللي اتخذلت. او اقولك بدل ما تسمع الحلقة مرة تانية يا سيدي انا هكلمك في الموضوع ده بس قدام تاني. تمام، نرجع تاني. هتكلم معاه وهقول له انت خذلتني في كذا وكذا وكذا وعملت كذا وسويت ومش عارف ايه وانا مجروح. بص هنقول له على كل حاجة. تفتكر منه ان هو هيفهم؟ وما تتوقعش، لانك لسه متوقع منه حاجة وما حصلتش، ما تبقاش غشيم. لو هو فهم فعلا بقى يعني خلاص. هقولك لو هو ما فهمش يعني مش عارفة الصراحة اتكلم معاك اقول لك ايه. لو هو ما فهمش يعني اصل حد انا بقول له انت جرحتني مساء الخير. طب خلينا نشوف لو هو فهم. لو هو فهم وطلع كويس والحمد لله، يعني كده وصلنا لأول مفتاح. تمام، ألا وهو إننا نتكلم نتواصل. بمعنى أصح السكوت في الأصل هو أحد أكبر أسباب الخذلان. سكوت عن وضع مش عاجبنا، سكوت عن عدم ارتياح، سكوت عن إننا نعبر اللي قدامنا عن مكانته وعن حبنا ليه، وسكوت عن حاجات كتير قوي. من بعد الكلام وحل مشكلتنا مع بعض مع الشخص الفلاني ده، المطلوب من حضرتك إنك أولا تنسى، وإلا هيفضل عقلك الباطن هو اللي هيغزلك. لأن مع أول وأتفه موقف يجي هتفتكر إن في الأساس ما كانش ينفع عدي فرصة تانية. وكلام جميل كده إن اللي قلبك يحبه وقت الزعل ده، عارفه انت اللي انت بتقوله ده وبتعك بيه. الخذلان قصة بدايتها ونهايتها بقى من عندك، من أول اختيارك للشخص الصح ولا لأ، ومن بعدها التوقع اللي انت هتستناه منه، وأخيرا من ردة فعله تجاه حضرتك وتعامل حضرتك مع الموضوع. طيب، ما بعد الخذلان. قلنا من شوية لو انت اتكلمت في الموضوع ومشي تمام وكل الكلام ده. طيب لو انت اتكلمت في الموضوع وطلع الشخص اللي قدامك ده لا مؤاخذة بني آدم نص كم، هتعمل ايه؟ ماذا لو قررت الاستغناء؟ لان انت خلاص اصل الشخص اللي قدامي ده وحش وما بيفهمنيش وما بيسمعنيش، وانا قلت له ان هو جرحني وما عملش حاجة حرفيا. هقعد بقى اقول له ايه تعالى جرحني تاني؟ ولا يعني هنستغنى؟ تمام، فلو انا قررت ان استغنى، انا عايزاك تسأل نفسك شوية اسئلة قبل الخطوة دي. تمام، وانت هتسأل نفسك كتير قوي في الحلقة دي معايا. في السيزون ده عموما هتسأل نفسك كتير. طيب ايه الاسئلة بقى اللي انا هسألها لنفسي قبل ما اخد خطوة الاستغناء؟ هل انا هقدر؟ هل هقدر اسامح؟ هل هقدر انسى؟ هل اتكلمت مع الشخص ده ولا لأ؟ دول 4 أسئلة معاك اهم. لو انت جاوبتهم انا مش هقولك غير يعني اتفضل وتوكل على الله. اما بقى لو حضرتك جيت قدام ال4 أسئلة دول ومناخيرك ثابت وعينيك رغرغت وكبس عليك العياط، فيعني بص تعالى تاني تعالى. طيب بص يا عمي، الخذلان مش بس لما حد يسيبك. الخذلان الحقيقي لما تحس ان انت كنت لوحدك طول الوقت وفاكر ان انت مطمن. وللأسف أصعب درس في الدنيا هو اللي بيديهولك أكتر شخص انت كنت فاكر انك هتتعلم منه معنى الأمان. وإننا نمشي من حياة بعض ده مش هروب، ده إنقاذ. لأن تمسكنا بشخص بيأذينا واحنا بنعديله ممكن يخسرنا نفسنا. وطبيعي جدا انك تحاول تصلح مرة و2 و3، هقولك 10. مش طبيعي انك تضحي بنفسك عشان حاجة انتهت. لا حياة لمن تنادي، خلاص الحاجة خلصت، it's over، اتفضل شوف حياتك بقى. طيب ايه رأيك زي ما انا ما قلتلك كده في اول الحلقة، لو انت مش الشخص اللي اتخذل، انت الشخص اللي خذل. زي ما قلتلك كده بدل ما تبقى الجاني، سوري ما تبقى بدل ما تبقى المجني عليه هتبقى انت الجاني. الحقيقة اننا كبشر بنكون السبب في ألم حد تاني، يمكن لأننا بنحاول نحمي نفسنا، أو بسبب أنانية لحظية، أو حتى لأننا مش مدركين تأثير أفعالنا على اللي حوالينا. لكن الحقيقة اللي لازم تفتكرها إن الخذلان عمره ما بيكون مجرد رد فعل وبينتهي. ده بيسيب جروح في نفس الناس اللي قدامنا،
ويكون ذكريات صعبة جدا ان هي تتنسي. فاسأل نفسك برضو كشخص خاذل للي قدامه 3 أسئلة. ليه؟ نفس السؤال اللي هو بيسأله لنفسه انا عايزك تسأله لنفسك كشخص خذل. ليه خذلته؟ تاني سؤال هو كان ممكن ان انت تتعامل بشكل مختلف. وتالت سؤال هو انت كان ممكن تبقى اوضح او ارحم من كده مع الشخص اللي قدامك ولا لا؟ لاننا لو فضلنا نبرر تصرفاتنا دي ان هي طبيعية، او انه تصرفاتنا دي كانت بسبب كذا وبسبب كذا وانا كنت مضغوط وانا كان فيا وكان فيا، احنا هنكرر نفس الغلط تاني ونختبر صبر اللي قدامنا لحد ما نخسر ثقته خالص، ومش بعيد نخسر نفسنا قدام. والاعتراف بالغلط مش ضعف، بالعكس ده أول خطوة لتصليحه. فلو قدرت تواجه نفسك وتتحمل مسؤولية أفعالك، وقتها بس هتقدر تتعلم وتكبر كإنسان. يمكن ساعات كمان الاعتذار ما بيمحيش الوجع، بس على الأقل بيقول إنك حاولت تصلح بدل ما تسيب أثر سلبي يكبر مع الوقت. والشيء المضحك إني بدأت أكتب الحلقة دي وأنا حد مخذول، وأنا بنتهي من كتابة الحلقة دي كنت شخص أنا اللي خاذل. يعني أنا عشت الدورين وأنا بكتب السكريبت بتاع الحلقة الجميلة دي. والله في نهاية الحلقة دي مش عارفة أقولك إيه. أنت وحشتني قوي كمستمع، يعني وحشني قوي إن أنا أقعد أدي الميكروفون نصايح. في نهاية الحلقة دي أقولك إيه هي بقى الحاجة اللي أنا عايزة أقولها لك. يمكن أكتر حاجة بتوجع في الخذلان إننا بنلاقي نفسنا بنتعامل مع نسخة مختلفة عن الناس اللي حبيناها أو عرفناها في الأول. الشخص اللي كان مصدر أملنا فجأة بقى هو السبب في خوفنا وفي وجعنا. بس يمكن العيب ما كانش فيهم، العيب كمان كان في توقعاتنا اللي بنبنيها على الناس الغلط. بنرسم صورة في خيالنا لشخصياتهم ونتمسك بيها رغم انهم بيتغيروا قدام عينينا. الحقيقة ان اوقات الناس بتتغير، واوقات احنا اللي بنكتشف حقيقتهم اللي كانت مستخبية بس متأخر قوي. بس المهم او اللي انا عايزة اركز عليه هو ان الخذلان مش حكم بالاعدام على قلب اي حد، ولا هو دعوة اننا نبطل نحلم او نحب. هو مجرد رسالة بتقول لنا اختاروا بحكمة وافتكروا ان حبكم وقيمتكم مش اي حد يستحقهم. بس الخذلان مش النهاية ولا الفرصة الأخيرة، هو ببساطة لحظة بتعلمنا نعرف قيمتنا بجد. كل مرة بنتألم فيها بنكتشف فيها جوانب أقوى من نفسنا، وبنفهم اننا مش محتاجين حد عشان نكون كاملين. الخذلان مش بيحطمنا، بس بيخلينا نوقف ونفكر مين بجد يستحقنا. في الآخر زي ما أنا بقولك في كل حلقة، يعني إن لازم أكتر حد تحافظ عليه وتدافع عنه هو نفسك، لأن احنا لو مش قادرين نحب نفسنا مين هيحبنا؟ الخذلان مش نهاية الطريق، بس هو بداية طريق جديد نبني فيه نفسنا ونحدد قدرتنا على التحمل مع اللي قدامنا وتقدير لنفسنا قبل ما يكون تقدير لأي حد تاني. فكر في الكلام اللي أنا قلت لك عليه ده، واسأل نفسك الأسئلة اللي أنا قلتها لك في كل حالة، وقول لي وصلت لإيه. يلا أشوفكم الحلقة الجاية.